هنروح دلوقتي لفقرة واحد من الناس، والواحد بتاع النهاردة هو محمد أفندي، أول من رفع علم مصر على الضفة الشرقية. نتابع. والعسكري اللي دايس عالصعب عشان النصر، يا ملاجم يا صوارم يا شوارع يا حواري يا مزارع يا فوارع يا مصانع يا مطابع، يا مينا يا كباري يا منادر يا منادر يا منادر يا بيوت، أبكي أندب أموت. العلم يعني بيشير للعالم ان الخط اللي هو الذي لا يقهر قهر بفضل الله ورفع العلم المصري، وهذه ارض مصريه. محمد العباسي ابن مدينه القرين شرقيه، جندت في 67. انا كنت جندي بشاه، درجت في الرتبه الى رقيب. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ان انا كنت فعلا اول واحد تسلق الدشمة الحصينة خلال الالغام والاسلاك الشيكة قبل ما تتفتح ثغرة. يعني انا القيت بنفسي في هلكة الالغام والاسلاك الشيكة والجنود الاسرائيليين، مش بسهلة او بسهولة. واحد طيارة خدته وراح رافع علم، لا، ده العمل اللي قبل العلم كان عمل شاق فعلا. لما تم السيطرة على النقطة الحصينة فرحانين. يعني هل احنا عايشين؟ ازاي احنا عايشين واحنا كان بنقول احنا مثلا اللقمة الاولى في فم السنة، بنبارك بعض، بنقبل بعض. جاي قائد الكتيبة اللي هو ناجي الجندي، طبعا ما فيش سيادة المقدم ولا سيادة العقيد، مبروك يا محمد، مبروك يا حسين، مبروك يا علي، مبروك يا ناجي، مبروك يا عباسي، خد العلم ارفعه. فعلا خدت العلم بفرحة جامدة وطلعت على الساري، نزلت العلم الاسرائيلي وقطعته ودوسته برجلي وابتديت ارفع العلم المصري. في عصر اليوم ده فعلا جاء الطيران الاسرائيلي اللي هم كانوا يقول لك نحن ذو الذراع الطائله، فجت الفانتوم عشان تضرب الموقع الى ان فضل الله وسواعد مصر والصواريخ سام 6 وسام 3 نزلت الطيران زي الغربان على الارض. جاء فعلا قائد الطيران نزل منهم، وفعلا جبنا الطيار ده واثرناه. بعد وقف اطلاق النار والهدنه على اساس ان احنا نعود لاهلينا ليعرفوا ابنائهم اللي عاش واللي استشهد، هي احدى الحسنيين. فلكن لما عدت فعلا وقلت لهم انا محمد العباسي ابن القرين، ولكن فضل الله كان للشرف العظيم ان انا اول واحد اعبر قناة السويس واحطم الاسطورة الاسرائيلية وارفع علم مصر بزمايلي، مش بنفسي لكن بقوة ابناء مصر او اسود مصر اللي عدوا قناة السويس. كل ابناء مصر اللي حضروا اكتوبر كلهم ابطال واجرهم على الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في الكتاب العزيز: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما نبتغي هذا الاجر من الله سبحانه وتعالى. كلمة الله اكبر اثناء واحنا يا دوبك بعد عودة الطيران المصري كتبت الله اكبر وشاهدتها فعلا، وكل الجرائد اللي وبذكرها لكل الناس، لان انا فعلا ساعتها اخذتني شيء بقيت اتكلم لا ارادي بصوت عالي: الله اكبر. زمايلي من هنا وزمايلي انظر الى السماء، الله اكبر كده. حتى كان في التجديف كلمة الله اكبر كان بتدي روح جامدة للعبور.